بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة. وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية مقتل 50 ضابطا وجنديا إسرائيليا في قطاع غزة خلال 48 ساعة الماضية، وهذا هو أكبر إعلان من وزارة الدفاع الإسرائيلية عن هذه الحصيلة من القتلى خلال يومين. 50 ضابطا وجنديا قتلوا في قطاع غزة خلال 48 ساعة. وزارة الدفاع الإسرائيلية قالت أن معدل قتل الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة هو مقتل جندي كل ساعة ونصف. تعالوا نبدأ ونرى، وطبعا وفقا لهذا الإعلان لو المتوسط يعني أنه حوالي قتل 400 جندي وضابط إسرائيلي في قطاع غزة وفقا لإعلان وزارة الدفاع الإسرائيلية، وهذا أكبر تصريح أو أول تصريح من حجمه بهذا النحو وعلى بصورة رسمية. تعالوا حضراتكم نبدأ أولا هنا من حساب وزارة الدفاع الإسرائيلية. طبعا هو جوجل مترجمها وزارة الأمن، لكن الصواب هي وزارة الدفاع. في النص الإنجليزي هنا Ministry of Defense، وأنا دخلت على موقعها هي وزارة الدفاع. تقول كل ساعة ونصف جنازة في جبل هرتزل. هرتزل اللي هو دعا لتأسيس إسرائيل، يعني اللي هو تيودر هرتزل، وطبعا هم سموا الجبل باسمه، وهذه مقبرة عسكرية. وتنقل عن مدير المقبرة أو العامل في المقبرة: حضرنا ما يقرب من 50 قتيلا لدفنهم خلال 48 ساعة. هذا ما قاله ديفيد أورين باروخ اللي هو المسؤول الدفن في المقبرة، وليور يابين مدير المقبرة العسكرية، مدير المقابر العسكرية في جبل هرتزل وكريات شاول في دائرة العائلات والتذكارات والتراث وزارة الدفاع. وبيتحدثان عن هذا العمل، استضافوهم واتكلموا فيديو. هنا كما تشاهدون هذا هو المسؤول عن المقبرة، اسمه ديفيد أورين باروخ، مدير المقبرة العسكرية في جبل هرتزل. وهنا كما تشاهدون شعار وزارة الدفاع الإسرائيلية. وقال أنه كل ساعة أو ساعة ونصف تأتينا جنازة في هذه المقبرة فقط. وقال لقد دفنا ما يقرب من 50 جنديا في 48 ساعة. שמי ליאור ימין, משרד הביטחון ביחידה להנצחת החייל. התפקיד העיקרי שלי זה בעצם מנהל בית הקברות הצבאי קריית שאול. שמי דוד אורן ברוך. בעבודה הזאת קודם כל בראש ובראשונה אנחנו כאן למען המשפחות ולמען חללי מערכות ישראל. עכשיו אנחנו עוברים תקופה, כל שעה הלוויה, כל שעה וחצי הלוויה. הייתי אמור לפתוח כמות עצומה של גברים. רק בהר הרצל קברנו קרוב ל-50 חללים ב-48 שעות. هنا سؤال كبير جدا: لماذا جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول بالأمس قال قتل 5 ضباط وجنود، واليوم قال قتل 5 ضباط وجنود؟ لكن هنا نجد مسؤول المقبرة العسكرية في جبل هرتزل، دي المقبرة الوطنية العسكرية في إسرائيل، يقول لا قتل 50، ووزارة الدفاع هي التي تعلن والجيش لم يعلن. لماذا؟ عليها علامة استفهام. هي اللي بتنشر، الوزارة بتنشر هذا، ليس تقرير تلفزيوني ولا شيء من هذا القبيل. يعني الحكومة الإسرائيلية هي التي تقول هذا الكلام، أن كل ساعة ونصف في هذه المقبرة في جنازة. السؤال: في كم مقبرة خاصة بجيش الاحتلال الإسرائيلي؟ فكم يكون معدل القتلى؟ إذا أخذنا لأنه لا يدفن أي ضباط ولا جنود في مقابر أخرى، هيكون عدد القتلى من جنود الجيش الاحتلال الإسرائيلي 320 جنديا منذ بدء المعركة البرية. إذا في مقابر أخرى، وهو في مقابر أخرى، يبقى العدد تقريبا مقتل 600 جندي. أما كتائب القسام الجناح العسكري لحماس فأعلنت أنها دمرت نحو 15 دبابة وآلية عسكرية إسرائيلية في صور بثتة. وربما يكون ما أعلنته وزارة الدفاع أن 50 جندي والضابط قتلوا في هذه الأحداث، ربما. تعالوا حضراتكم نبدأ أولا من هنا. أنه حصل اقتحام لمستشفى الرنتيسي عبر 3 استشهادين بعد رصد موضع لجنود الاحتلال داخله. وهنا حضراتكم اللي حصل هنا مستشفى الرنتيسي، ودخل كما تشاهدون الدبابات الإسرائيلية متواجدة داخل المستشفى. ويبدو أن إسرائيل تريد أن هي تحول المستشفيات إلى معسكرات باعتبارها أماكن مجهزة، ويستطيع الجنود يعني الجلوس فيها أحسن من المنازل الفلسطينية الضيقة وكلام من هذا القبيل. ده تصوير كما تشاهدون. فاللي حصل كما تشاهدون أنه دخل 3 من مقاتلي القسام ومعه بعبوات ناسفة إلى داخل المستشفى. والعجيب أن باب المستشفى مفتوح ولا بدون أمن ولا بدون أي شيء، يعني أمر عجيب جدا. وقاموا بتفجير أنفسهم داخل المكان. قتل جنود ضباط إسرائيليين كم العدد لا نعرف حتى الآن، لكن وزارة الدفاع الإسرائيلية كما ذكرنا قالت أن قتل أو دفن في المقبرة العسكرية في تل أبيب وحدها 50 جنديا وضابطا.
أيضا حضراتكم هذه دبابة، هيأتي الآن مقاتل من القسام، وانظروا حضراتكم جاء ووضع القذيفة في بين البرج على طول، يعني زمان البرج ده طار. كم قتل أو كذا لا نعرف. هنا حضراتكم مشهد لو تشوفوا عشان نعرف بيئة القتال في قطاع غزة. انظروا حضراتكم يا جماعة الشارع ايه؟ الشارع متر بالكاد يكفي شخصين يعني ممكن يمروا من الشارع. فالآن يعني القتال يدور في جحيم غزة، نار غزة، جهنم غزة. هنا أيضا حضراتكم أيضا كما تشاهدون هنا دبابة جرى تدميرها، دي دبابة غير الدبابات اللي في المستشفى. هنا دبابة ثالثة أيضا جرى تدميرها. هنا حضراتكم دبابة رابعة كما تشاهدون. البيئة صعبة جدا يا جماعة، لأن دي بيئة مباني، كل شباك وكل فتحة وكل سيارة وكل حجر قد يكون خلفه مقاتل من القسام، فالوضع صعب جدا. هنا الدبابة الخامسة تقريبا إن لم أخطئ في العدد، ده غير الموجودين في مستشفى الرنتيسي. هنا الدبابة السادسة التي تم استهدافها. وهنا حضراتكم جرى إطلاق قذيفة على هذا المبنى من الشباك، يعني القسام تقول أن هذا المبنى فيه جنود إسرائيليين وأن المبنى تعرض للانهيار، ولم يعرف حتى الآن عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين. هنا أيضا حضراتكم جرى استهداف هذه الدبابة، وربما هذه الدبابة أيضا كما نشاهد. أيضا هنا نشاهد أنه جرى استهداف هذه الدبابة. وهنا مشهد لإحدى الدبابات أيضا احنا عرضناها من قبل. هنا دي صور لملابس قيل إنها لجنود إسرائيليين، والسؤال مفروض أن هؤلاء يعني اللي كتبها القسام عتاد الجنود الصهاينة القتلى في أحد الاشتباكات في منطقة التواب، وهي 4 خوذ، 1 2 3 4، وإن هم خلعوهم ملابسهم. طب أين جثثهم؟ لماذا أخذت أصلا الخوذ؟ دلالة هذا يعني لا أعرف كيف ستنظر إسرائيل لهذه الأمور، أو ربما دي أمور شفرات هم يفهموها كمتخصصين. لكن طبعا بيقولوا إيه القتلى، يعني إن هو يذهب ويقعد يعني جندي قتيل ويقعد يخلعه ملابسه، المفروض إن في طيران في الجو بيضرب. أي مكان هو لابد يكون الكلام ده صحيح، لأنه إسرائيل هتعرف إن كان الكلام ده صحيح ولا لأ، لأنه الحاجات دي تخصها. يعني في جنود عندها نقصه. هنا حضراتكم أيضا كاميرا كما تشاهدون، والكاميرا واضح عليها أنها متبهدلة من التراب والطين، بيئة القتال طبعا. ده فهم أن هي كاميرا، ممكن تكون شيء آخر غير ذلك، الله أعلم، يعني لست خبيرا في الأمور العسكرية. هنا أيضا ميدالية، والميدالية عليها أرقام على أمور باللغة العبرية ولست أدري ما دلالتها. هنا أيضا في عتاد لبعض الجنود الإسرائيليين كما تشاهدون، وأيضا لست أدري ما دلالتها. هنا أيضا عتاد لجنود آخرين. يعني اللي حصل إيه؟ القوات الإسرائيلية دي فوقها طيران 24 ساعة يحميها، بحيث إذا ظهر أي مقاتل من حماس في الشارع بتقوم بقصفه فورا. فمقاتلي حماس بيختبئوا في البيوت ولا يخرجون منها. طيب لما هو مقاتلي حماس بيقصف جندي إسرائيلي أو بيقصف دبابة إسرائيلية أو شيء من هذا القبيل، هنا الطيران فورا بيشاهد المشهد، فلا وقت ان هو ياخذ عتاد او ياخذ جنود او غير ذلك. لكن هذا الذي حدث كيف الله اعلم. يعني هل اسرائيل بتقول ان عندها 100 طائره مثلا مسيره وهي عندها اقل؟ الله اعلم. يعني ان في وقت ان هم يقومون باخذ الاسلحه واخذ الذخائر وغير ذلك. هنا عتاد الجنود الصهاينه القتلى في احد الاشتباكات في مدينه التوام، ودي بقايا ملابس كما تشاهدون. ايضا هنا كما تشاهدون ذخيره وبقايا ملابس لجنود يفترض أنهم قتلوا. طبعا هم حاطين رقم كما تشاهدون هنا، ويبدو أن هذا له دلالة عسكرية عند الإسرائيليين. هنا موقع وزارة الدفاع الإسرائيلية قال أنه قتل له 5 ضباط وجندي، 5 من الضباط والجنود عفوا خلال الساعات الماضية، وهذه صور بعدهم. قتل النقيب احتياط رو بيفر، هو قائد فريق في وحدة يلام، قتل في معركة شمال قطاع غزة 28 عاما. أيضا قتل اللواء احتياط راني طحان، وفي معركة شمال غزة عمره 40 عاما. طبعا خلي بالكم دي ترجمة جوجل، يعني بيبقى فيه بعض العبارات غير مضبوطة يعني. أيضا قتل الرائد احتياط تشينيا هولم، وده من سلاح المدفعية، 34 عاما، ضابط في الكتيبة رقم كذا. أيضا قتل الرقيب أول احتياط يكير بيتون. قتل الرقيب بنيامين مائير أرلي.
واستمرت الجنازات في إسرائيل سواء في تل أبيب أو في غيرها من المناطق في المقابر العسكرية. هنا مثلا أحد الجنازات أو إحدى الجنازات. وهنا أيضا جنازة ثانية. מבחינתי לפחות, אני כבר אמרתי כל מיני אנשים. وهنا جنازة ثالثة. בפרשת וירא, אותה קראנו שבת שעברה, הגיעו 3 מלאכים לבשר בשורה לאברהם ושרה בינוני ממון. وهنا جنازة رابعة. ختاما، كما قال مسؤول الدفن في مقبرة هرتزل العسكرية في تل أبيب أن هناك قتل جندي إسرائيلي كل ساعة ونصف ويجري دفنه في هذه المقبرة، هذا بخلاف المقابر العسكرية الأخرى. لأنه أنا بقرأ لأن حبيت أتأكد هل كلهم يدفنون في المقابر العسكرية أو لا، يعني في نفس في مقبرة عسكرية واحدة أم لا. هنجد الكتابة مقصوصة معلش، يعني بيكتبوا في الأسفل مكان المقبرة اللي هيدفنوا فيها، فهم في أكثر من مقبرة يا جماعة. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت. في الختام هنا فيلم وثائقي عن الضابط أحمد عبد العزيز الذي قاد القوات المصرية في حرب فلسطين 1948، وقام عسكري من الجيش المصري بقتله عقابا له على ما فعله، ولا يزال حتى الآن الضابط العسكري الذي أطلق عليه الرصاص اسمه سر، ولم يفتح محضر حتى في من هو، لا في عهد الملك فاروق ولا في عهد جمال عبد الناصر، وكأنه أحمد عبد العزيز فرخة وماتت، ولا في اسم ضابط ولا في محضر أحوال ولا غير ذلك يعني. فهذا من الألغاز اللي عرفها التاريخ المصري. بالمناسبة جمال عبد الناصر كان موجود في هذا المكان. هل له علاقة بذلك جمال عبد الناصر وصلاح سالم وجمال سالم اللي هيكونوا بعد ذلك قادة الانقلاب العسكري على الملك فاروق؟ هل الملك فاروق متورط؟ لأن الملك فاروق لم يحقق في من قتله، هم قالوا عسكري ضربوا رصاصة. اسم العسكري أين هو هذا العسكري؟ ولا العسكري ظهر منذ 80 عاما إلى يومنا هذا أو 75 عاما. أرجو مشاهدة هذا الفيلم. واللغز، انتبه أن الضابط أحمد عبد العزيز لم تقتله القوات الإسرائيلية، إنما قتله من؟ الجيش المصري، عسكري في الجيش المصري الذي قتله. فأرجو الاستماع لهذا الفيلم. هنا في رسالة على اليوتيوب أرجو مشاهدتها. أسفل الفيديو رابط صفحات على الفيسبوك وتويتر، رابط قناة على التليجرام، أرجو الاشتراك في القناة. هنا قناة فيديوهات الوثائقيات التاريخية، أرجو أن تشاهدوا لمتها في مجال التاريخ. أرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.